السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة طبعا بقى جايبه لكم فيديو جديد جدا وحلو قوي قوي. واول مرة اعمله في القناة بصراحة. طبعا انا جات لي الهدية الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. جات لي الهدية الحلوة بتاعت الذرة دي. طبعا من جيراننا الغاليين، فلقيتهم بيهادوني بقى بالذرة ده. قالوا لي في ذرة حلوة هون، يعني خدوا اعملوه كده. فطبعا انا فرحت جدا بيهم. وقلت لازم اشارك معاكم بقى اللحظة الجميلة دي، واعمله معاكم ونشوف طريقته بيتعمل ازاي. انتوا عارفين طبعا الذرة الحلو ده جميل جدا ومفيد جدا جدا لحاجات كتير قوي قوي في جسمنا. يعني بصراحة يعني يعتبر مكمل غذائي كامل يعني. فقلت هشارك معاكم بقى النهاردة. بس الاول بقى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا زي ما انتم شايفين بقى الذرة طبعا جاي لنا كده ايه، زي ما انتم شايفين هنقشره. هنشيل بقى كل الورق اللي عليه ده كله، اللي هو الغلاف ده. وهنظبطه بقى كده. الذرة ما شاء الله جميل جدا. يعني بصوا هو اصلا يعني يعتبر يتاكل ني كده، مش عايز اي حاجة تانية. فانا بقى هقشر الكمية كلها زي ما انتم شايفين كده. وهظبطه بقى لو عليه اي حاجة اللي هي الشراشيب والحاجات دي كلها هشيلها برضو. واشيل اي حاجة عليه بالشكل ده كده ايه. ومش هخلي فيه اي حاجة خالص زي ما انتم شايفين كده. كده بقى انا خلصت الكميه بتاعتي كلها وقشرتها اهو. هبدا بقى ايه اظبط فيه برضو تاني. هشوف بقى هعمل فيه بعد كده. هجيب بقى الذره بتاعي كده زي ما انتم شايفين، وهبدا بقى ان انا ايه، لو في اي حاجات زياده او كده انا هبدا اشيلها. وهبدا برضو ان انا اقطعه بالسكينه كده نصين. عشان ان انا اعرف اشتغل يعني فيه وكده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. يعني كل كده واحده ذره انا هقسمها نصين بالسكينه، بحيث ان انا اعرف اتحكم فيه. طبعا انا عملت الكميه كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عملت كله كده انصاص كده بالشكل ده. طبعا انا مش هعمل الكميه كلها، انا يعتبر هشيل منها جزء ني يعني في الفريزر وكده. فانا ايه قلت بس اوريكم بس الكميه مع بعض كده. هعمل شويه واخلي الباقي في الفريزر وقت ما عاوز احب ان انا اعمل هطلع برضو منه واعمل. طبعا انا اول حاجه كده هبدا ان انا اعملها، هجيب الحله بتاعتي. اجيب حله كده ايه فاضيه. هبدأ بقى ان انا ايه احط فيها الكمية اللي انا عايزاها. كمية الذرة اللي انا هحتاج ان انا اعملها اسويها وكده انا ايه هحطها. فانا هبدأ بقى اشيل كده ايه نص ورا نص كده واحط الكمية اللي انا عايزاها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. كده بقى انا حطيت الكمية اللي انا عايزاها ان انا هسويها. باقي الكمية طبعا انا مش هستخدمه دلوقتي، فانا هعينه ني زي ما هو كده. هفرزه برضو اعينه وقت ما عاوز اعمل حاجة هعملها هطلع منه واعمل يعني بعد كده. فانا سبت حوالي يعني دول 6 قطع، دول اللي انا هخليهم نيين مش هستخدمهم. دول اللي انا هفرزهم. بس انا هركنهم دلوقتي على جنب كده. لحد بس ما اظبط الكميه التانية اللي انا هسويها ونرجع بقى ايه نفرز دول مع بعض. معايا بقى الكميه انا حطيتها كلها في الحله اللي انا هحتاج ان انا اعملها. معايا طبعا بقى كاتل حطيت فيه ميه تغلي. طبعا الميه كده بتاعتنا غليت، فانا هنزل بقى بالميه المغليه طبعا على الذره على طول مباشر. هنزل كميه الميه كلها بحيث ان هي تغطي معايا الذره كله. زي ما انتم شايفين كده بدأت المية تغطي معايا الكمية كلها بالشكل ده. معايا بقى هنا معلقتين سكر كبار، هنزل بالمعلقتين السكر دول على الذرة بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا كده نزلت بمعلقتين سكر. ومعايا بقى هنا طبعا برضو معايا لبن بودرة. اللبن ده هننزل برضو بمعلقتين كبار على الذرة بتاعنا ومع السكر. هيديله طبعا طعم جميل جدا.
يبقى احنا كده بقى نزلنا بالميه المغليه على الذره، ونزلنا بمعلقتين سكر ومعلقتين لبن بودر. كده بقى انا معايا الكميه زي ما انتم شايفين اهي. طبعا بقى انا هغطي الحله بتاعتي وهروح بقى على النار. هرفعها برضو على النار. هو الذره بتاعنا ده هيقعد على النار حوالي يعني من نص ساعه كده لساعه الا ربع بكتير قوي يعني، فهو مش هياخد وقت خالص معايا. وهيستوي برضو على طول، وهيبقى في نفس الوقت برضو طعمه جميل جدا. هرفع بقى الحله على النار وهتغلي معانا بقى بالشكل ده. هيبدأ يغلي معانا الذرة. طبعا احنا هنهدي عليه النار شوية، وهنسيبه بقى ايه براحته كده، ايه واحدة واحدة يستوي براحته. حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع على حسب يعني ما يعني حجم الذرة. والذرة طبعا انتوا عارفين ساعات بيبقى حجم الحباية كبير، بياخد سوا شوية عن ما بيكون صغير. فانا هسيبه بقى يكمل سوا كده، ونرجع نرفعه من على النار. انا كده بقى رفعت الذرة بتاعنا من على النار، واستوى بقى تمام قوي كده، حلو قوي جدا يعني. شايفين بقى البخار طالع ازاي، يعني سخن جدا. هبدأ بقى ان انا اشيله طبعا. شايفين حتى الحباية يعني يعتبر خلاص استوت كده خالص، هي تمام. هبدأ بقى ان انا ايه اجيب طبق وانزل بقى فيه الذرة كده واحدة واحدة. هشيل طبعا الكمية كلها من الحلة. بصراحة الذرة كان طعمه جميل جدا، يعني مش عايزة اقول لكم يعني طعمه، بصوا يعني ايه. طعم اللبن والسكر مديله برضو طعم جميل جدا، مع لما تيجي تاكليه كده تحس ان طعم اللبن باين فيه شوية، ومدي برضو طعم حلو. وفي نفس الوقت بقى ايه حاجة جديدة وحاجة هتفيد جسمنا، يعني مفيد جدا للجسم بصراحة. ما شاء الله يعني مستوي وحلو جدا. هطلع بقى الكمية كلها، احطها في الطبق. زي ما انتم شايفين بقى كده احنا خرجنا كمية الذرة كلها من المية المغلية. هنسيبها بقى في الطبق بس تهدى شوية، بس عشان نعرف ان احنا نحط بقى فيها الخلة اللي هي بتاعة الشيش طاووق دي. العصاية بتاع الشيش طاووق هنبدأ بقى نحطها في الذرة، بحيث ان احنا اولادنا يعرفوا يمسكوها وكده، ان هم يعرفوا يتحكموا فيها، ان هم ياكلوها، ما يبقوش ماسكينها في ايدهم مباشر. ما شاء الله يعني شكله جميل جدا. وده شكله بعد احنا ما حطينا بقى عصايه الشيش طاووق في قلبيه. بنغرزها بقى في القطعه اللي هي في النص دي. بتتغرز سهل يعني، بتتحط سهل، وكده بقى جاهز قوي للاكل. فانا حبيت بس اشارككم اللحظه بتاع الفيديو الجميله دي. اللحظه بتاعه الذره بقى، وان احنا نعمله ازاي وطريقته ازاي، عشان في ناس كتير بتجيبه بس ما بتبقاش عارفه ان هم بيعملوه ازاي. طبعا الطريقه دي سهله وبسيطه، وفي نفس الوقت اللبن والسكر لما بنحطه، سواء لبن بودر او سواء لبن حليب عادي، هيدينا برضو طعم حلو. معايا بقى كمية الذرة التانية دي اللي احنا فرزناها. دي بقى حطيتها بقى كل حتتين كده في طبق، وغلفتهم برضو، بحيث ان هم نحفظهم في الفريزر وكده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بقى مش عايزه اقول لكم يعني ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، عشان يوصلكم كل جديد. وعايزين بقى كومنت حلو كده، ايه تشجيع منكم، لانكم انتوا عارفين طبعا انتوا احلى عيله واحلى ناس، وبنحبكم جدا. وربنا يديم المحبه يا رب. وانتوا طبعا نورتوني، واشوفكم على خير كده. ويا رب دايما تحققوا كل اللي تتمنوه، وربنا يبارك لكم في اولادكم.
وطبعا بقى ايه، مش عايزه اطول عليكم، واشوفكم بقى على خير، واشوفكم كده في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه.